كبيرا حينما تلجأ إلى قضية استعمال القوة في أمر ليس من قبيل القوة. هذه اقتناعات، لا معنى للقوة في مواجهة الاقتناع. الشعوب الإسلامية تريد أن تغطي رأسها، دعها تغطي رأسها. لا يمكن أن يكون قوة أمام اقتناع، لأن هذا ليس أسلوب الحوار. يمكنك أن تحاور المسلمين صباح مساء، ولكن لا تلجأ إلى الضغط المادي أو إلى الطرد ففعلت أوروبا ما فعلت فرنسا ما فعلت. لكن ماذا وقع بعد ذلك؟ هذه الحرب التي نشأت في الأطراف، وإن سموا أصحابها أناسا من المجرمين أو من الأوباش كما سماهم ساركوزي، لكنهم في الحقيقة قد لا يكونون متدينين فعلا، قد لا يكونون متأثرين بالرغبة في الانتقام وفي الانتصار لأمهاتهم، لبناتهم، لزوجاتهم، لأخواتهم، قد لا يكونون كذلك، ولكنهم اقتنعوا بأن فرنسا لا تمثل شيء من باب إنها دولة ظالمة ككل الدول. لما وصل الناس إلى هذا الاقتناع انطلقوا إلى الهدم والتكسير. هل انتهى الهدم والتكسير؟ هل يواجه الهدم والتكسير بهذه القوالب؟ هذه قضايا لا يمكن أن تواجه إلا بالحوار الجاد. فلذلك أصبحت فرنسا الآن تعيش نوعا من العزلة في باب الحجاب، وأصبحت بعض الدول تتراجع. في الأسبوع الذي لم يتيسر لي أي ما قبل الماضي حضرت ندوة عجيبة جدا وغريبة. هي ندوة يحضرها وزير الصحة الهولندي، ويجمع لها مجموعة من الأشخاص، من العلماء في جهات من المغرب ومن من العراق، من تركيا ومن سورينام وباكستان، ليطلب منهم هو أن يفتوه فتوى شرعية في قضية زرع الأعضاء وتبادل الأعضاء بين المسلمين والكفار. فعجبت أن يكون، وذكرت هذا طبعا في التدخل، أن يكون هذا فعل وزير هولندي يطلب الموقف الشرعي، وأن البرلمان يريد أن يؤسس قراراته في هذا الباب وما يمكن على الفتوى الشرعية. هذا ما لا يقع الآن حتى في الدول الإسلامية. الدول الإسلامية لا تسأل الفقهاء أو العلماء، لأن البرلمانيين يعرفون كل شيء عندنا، لا يسألون عن الشرع. يقول لك نحن الآن هذه دولة علمانية، هذا وقع وهذا يجب أن يسجل، أن هذه دولة علمانية، وتسأل عن الموقف الفقهي. وجاء الوزير من دنهاخ إلى جهة أخرى إلى مكان المؤتمر ليس قريبا، وطرح هذا السؤال وطرح الاستشكال، وقال أريد منكم أن تجيبون على هذا إجابة شرعية. كأنك الآن تسأل في لماذا هذا، من أين يأتي؟ من هذه التوجسات، من ردة الفعل التي تكون للإنسان المسلم. علموا أن الإنسان المسلم لا يعني الدين عنده ما يعني عند الأوروبيين، وهذه مهمة جدا. الدين ترجم عندهم بريليجيون الفرنسية، والدين لا يعني ريليجيون كما عندهم. من الناحية اللغوية قد يكون هذا ملبسا، لكن من الناحية الواقعية الدين عندنا حياة وحب وانسجام ونظام وأشياء كثيرة. الدين عندنا وجدان يختلج بعقولنا، يخالط دماءنا. الدين عندهم هو انتماء سطحي، لذلك يمكن للإنسان أن يغيره كما يغير عنوان السكن أو كما يغير اللباس أو الحذاء تماما. فالدين عند الغربي ليس شيئا. وذلك حينما يأتينا بعض الناس، نقول لهم دائما، يأتيك بعض الناس يقول هذا كان مسيحيا وأصبح مسلما ويريد أن يتزوج امرأة مسلمة، تقول لا تقول هذا. المسيحي ينتقل من المسيحية إلى شيء آخر لا يعنيه الأمر. قد يصير إذا وجد امرأة بوذية يصير بوذيا، وإذا وجد امرأة زرادشتية يصير زرادشتيا، وإذا وجد يهودية يصير يهوديا. أي ما طلب منه يفعل، لأنه أصلا ليس عنده دين. أما الدين عندنا فمن الصعب جدا أن يقال إن فلانا من الأشخاص ترك دينه. تعرفون من الذين تركوا دينهم عندنا ماذا عوقبوا؟ أحد الأشخاص، وكان هذا معروفا من عائلة معروفة قديمة، من الذين تأثروا بالعبث وبالتنصير قديما، وكان من أسرة معروفة في المغرب في فاس، وذهب وتنصر
وارتقى في درجات الكهنوت، ثم بعد مدة جاء إلى بلده إلى فاس، وجاء إلى أمه وطرق الباب، سألت أمه من؟ قال أنا فلان. قال لتفتح له، قالت أما أنا فإن ولدي قد مات، لا أفتح لك أبدا. لم يدخل داره. لم تعرفون أن الأم حينما تقذف ولدها كم معنى ذلك؟ كانت تقول أما أنا فقد لم تفتح له. معروفة في هذه القصة. احنا أنا الولد اللي صافي لما تنصل ما بقيش نعرف أنا مات ولدي، ما فتحتلوش الباب تماما. إذن الدين عندنا شيء آخر لا يفسره كلمة ريليجيون كما هو عند الآخرين. فطبعا قلت إن هذا الأمر الذي يصل إليه الآن الغربيون وسيصلون إلى نتائج أكثر من هذه، أن هذه الأمة الإسلامية من الأحسن ألا تحرجها كثيرا وألا تضغط عليها كثيرا. الغرب فيما سبق كان أذكى منه الآن. كان دهاقنة الغرب والأوروبيين يقول إذا أردتم أن تأخذوا هذا البلد دعوا الناس ودينهم، لا تمسوا جانب الدين. كان البعض يحذر من البيت المظلم اللي هو القرويين، كانوا لا يستطيعون أن يمسوا الجوانب الدينية. الآن هؤلاء تجرأوا على الأمة لأنهم فكروا بمنطق القوة. منطق القوة أسقط أمريكا في العراق، وأسقطها في الآن في فلسطين، وسيسقطها ويسقط الذين يتبعونها في كل المستويات. كل المستويات سوف تفشل فيها إلا إذا عادت هذه الدولة إلى اعتبار هذه الشعوب بأن لها ثقافة وحضارة وتعاملت معها. منذ مدة هم يهددون بحرب الحضارات، بصدام الحضارات، منذ مدة هم يعني هذه كانت فلسفة منذ مدة وهم يتهيئون لهذه الأيام. لكننا الآن في موقف نثبت فيه أن هذه الأمة ولله الحمد باقية ومسلمة، وما من صورة ترسم أو تذاع وتنشر، وما من تجمع، وما من خطابة، وما من درس، وما من كلمة، إلا سيشكل كل ذلك حصيلة. سيقرأ كل هذه الدروس الآن، هذا الكلام سيقرأ بالتأكيد. هذا الكلام الذي سيصل سيقرأ. بذيل المناسبة أني حينما حضرت هذه الندوة الأخيرة تقدم أحد الصغار المستشرقين ولا يتجاوز تقريبا 42 سنة، وأصبح يتحدث عن فتاوى العلماء في الباب، وأصبح يتقصى ويقول أما المبيحون وأما المجيزون أما المانعون كذا، ويتحدث بالأسماء. فذكر في فصيل من الفصائل أما فلان، وتحدث عن اسمي في البحث الذي قدمته ولم يكن قد نشر. فسأله أحد الأشخاص من أين أتيت بأن هذا الحكم، أن هذا الموقف هو موقف فلان؟ قال أقول لك بأن جميع ما كتبه فلان أنا قد قرأته. هؤلاء المشرقون يتابعون، نحن مع الأسف الشديد لا نقرأ هذه الكلمات، هذه التظاهرات، هذه البيانات كلها ستجمع، لن يضيع منها شيء. إن هذه رسائل الغرب ليستيقظ الغرب. نحن نعين الغرب على أن يزول من دوخته التي هو فيها، ومن هذه الرؤية المعكوسة وهذا الحول الذي أصابه، ليعود ليرى أن هذه الأمة قد تكون فقيرة، قد تكون الآن متخلفة، لكنها في جانبها الديني قوية جدا. إذا وجد الدين عند الناس ففي المسلمين يتجسم. إذا وجد معنى الدين، إذا ما وجد معنى النبوة ففي الأمة الإسلامية يتجسم. إذن هذه رسالة وهذا خطاب يتوجه إلى الغربيين. بالتأكيد أن الغربيين سيستفيدون منه، بالتأكيد أنهم لن يعودوا في المستقبل القريب على الأقل لأخطائهم القديمة. أنا أعلم أن الآن أن كل دوائر الغرب منشغل انشغال كبير لتحليل الظاهرة الإسلامية، أن الجميع الآن يراجع الحسابات ويراجع التصورات ويرصد هذه الأخطاء. نحن لا نطمع في هذا الوجود إلا أن نعيش بحرية وباحترام للآخرين، وأن نترك لديننا ولقيمنا ولأخلاقنا ولأسرنا
نحن مللنا أن يتدخل في أسرتنا، في قوانيننا، في تنظيماتنا الاجتماعية، في تنظيماتنا السياسية، في تنظيماتنا الاقتصادية، في من يصلح للحكم ومن لا يصلح، في من يصلح أن يرشح ومن لا يرشح، من ينجح ومن لا ينجح، من يتعاون معه. مللنا من هذه الولاية والوصاية علينا، وقد آن للمسلمين بعد الآن وخصوصا المغرورين والمغترين أن يراجعوا الحسابات. نسأل الله تعالى أن تكون هذه محطة خير إن شاء الله، وانبعاث لنهضة إسلامية وإيمانية جديدة وليقظة جديدة، ولسبب أيضا لاتصال وثيق مع علوم الشريعة الإسلامية ومع الإسلام ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.